البعد الذي دعا به السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فيما يخص الأرشيف وفيما يخص الذاكرة وفيما يخص البعد التوحيدي لاعتماد استراتيجية وطنية نحو التحول الرقمي، والتي تعتمد أساساً على الوثيقة، تعتمد أساساً على الأرشيف. لهذا كان وجاباً ووجوباً على الأرشيف أن يرتقي إلى مصاف هذه المقتضيات، مقتضى العولمة، مقتضى الرقمنة. واليوم إذ نبشر أنفسنا ونبشركم فإن المديرية العامة للأرشيف الوطني برئاسة الجمهورية شريك أساسي في هذه الاستراتيجية، تتضح هذه المعالم في قانون التحول الرقمي إن شاء الله، والذي كذلك نادى به السيد رئيس الجمهورية، والذي وظف فيه المحافظة السامية للرقمنة، وبالتالي لاعتماد استراتيجية وطنية في التحول الرقمي.